والضلال، موقع لكل المصريين. طبعا طبيعي، احنا مصلحتنا النهارده مع يعني البلد اهم من اي شخص، البلد هي الاهم النهارده اللي بندور عليها. انا بدعو قداسة البابا ان هو يتفضل عندي في البيت بكره يتغدى ويشرفنا ويباركنا ونحل الموضوع ده لجلسة صلح وننسى كل اللي فات وكل اللي حصل، سواء من هنا ومن هنا، من المسلم ومن المسيحي، ونقعد مع بعض في جلسة صلح. ليس قبل إعمال القانون يا فندم محدش جاب سيرة القانون، محدش يا فندم جاب سيرة القانون يا حضرة العمدة. ما فيش، احنا بس عشان خاطر نهدي الاجواء اللي في البلد واللي في العالم كله، مش في البلد بس. الموضوع بقى مش حكايه في القريه ولا مركز ولا محافظه ولا في الجمهوريه، الموضوع بقى في العالم كله. احنا قعدة الصلح دي نهدي بيها الاجواء، والقانون يا فندم ياخد مجراه. البعد المجتمعي بعد البعد القانوني. يا احمد بيه، انا قلت اللي عندي بصراحه. يا عمده اللي واضح انه الموضوع ده لما تطور انه كان من البدايه في تقصير في مساله حمايه الناس اللي بلغوا، حمايه الناس اللي كان متوقعين يحصل مشكله، وانه التحرك كله جه بعد الكارثه ما وقعت. حصل الكارثه وبدانا نتحرك، يعني كان ممكن من الاول انقاذ ما يمكن انقاذه، وهذا لم يتم. محدش عارف يا فندم، محدش عارف عن الموضوع ده غير بعد الحادثه. انا شخصيا ما اعرفش ان هي راحت المركز وعملت محضر غير بعد الحريقه. طب ما حدش منهم جاني ليه؟ ان في مثلا لو كان في تهديدات ولا اي حاجه، ما حدش منهم جاني ليه؟ نيافه الانبا، بكرر نفس السؤال. ان كان حضرة العمدة يعرف وما اتخذش ما يناسب من اجراءات، فانا بعاتبه ومعي كثيرين. إذا ما كانش يعرف فنعاتبه بالأكثر، لأنه ممثل الحكومة داخل القرية والمفروض يعرف كل دقائقها. ولو إني النهارده سمعت إن حضرته مش مقيم بالقرية. مش مقيم في القرية، أمال مقيم فين يا فندم؟ بتتنقل بين القرية والفكرية حسبما أخبروني اليوم. أنا ما عنديش محل إقامة في الفكرية يا فندم. حضرتك مش متواجد باستمرار في القرية يا عمدة بحسب الشهود. يا حضرة العمدة، مش يا فندم انا ما عنديش محل اقامه في ابو قراص. اسمح لي اكمل حضرتك. انا ما عنديش محل يا فندم. لا يا فندم، حضرتك كده يعني بترميني بالباطل. انا مقيم في القريه واولادي كلهم مقيمين في القريه، وان كان على ابو قراص ده طبعا لازم ما بين البلد وابو قراص اساسا حوالي 2-3 كيلو، لازم يا فندم رايح. يعني حضرتك قاعد في قريه الكرب كل يوم؟ قاعد في القريه يا عمده؟ قاعد في القريه يا فندم، وما اعرفش، ما فيش حاجه اتعرفت خالص عن الموضوع دي او ان كان في تهديدات من عدمه غير بعد الحريقه، غير بعد الحادثه. طالما ان حضره العمده مقيم بالقريه بصفه دائمه، كيف لا يعرف ما يدور في القريه؟ اتفضل يا عمده. يا فندم محدش من القريه عارف يا فندم، محدش من القريه عارف ان في العلاقه دي غير بعد الحادثه، ان حاجه زي دي، لان حاجات زي كده ما بتطلعش بره البيوت. طب عرفت منين يا عمده انه يا عمده يا فندم دي حاجات يعني مخله، عمده يعني دي حاجات مخله. يا عمده لو سمحت، عرفت منين انه لم يتم سحل السيده وتعريتها زي ما حضرتك قلت لي في بدايه المكالمه، انه ده ما حصلش، انه تم الاعتداء عليها وهدومها اتقطعت؟ بس عرفت منين ده؟ عرفت ده وما عرفتش الاخر ليه؟ عن طريق ناسي والغفر بتوعي والناس بتاعتي اللي في البلد والناس كلها اللي واقفه يا فندم. ما حصلش يا فندم، اقسم برب العزه ان ما حصلش. حكايه عليها في الشارع وحكايه ان هي اتلف بيها البلد عريانه، ما حصلش يا فندم. استاذ احمد، نيافه الانبا اتفضل. الشاهد مجدي زناتي ادلى بشهادته في النيابه وقال انه هو الذي قام بتغطيه السيده وهي عاريه تماما، وهذا مذكور. وحصل فعلا، ومش مجدي زناتي لوحده يا فندم، الاستاذ مجدي زناتي ووالدته والاستاذ مجاهد صلاح ووالدته. امال ليه بتنكر انها اتعرت؟ اتعرت بالكامل يا فندم؟ طبعا اتعرت بالكامل يا فندم. اتعرت. لا يا فندم انا اسف، حضرتك ما عندكش معلومات كافيه عن المشوار ده.
طب وحضرتك عندك ميزه كنت ما شفتش؟ امال الرفر بتوعه بيعملوا ايه يا فندم؟ وناس اللي قاعده في البلد دي اذا كنت انا اساسا ما كملتش مسافه السكه من البيت لغايه مكان الحادث حوالي 200 300 متر، واساسا هي قطعت هدومها نتيجه للشد والجذب، لكن مش بالكامل، ما تعرضش 100% يا فندم واتسحلت على الارض وتلف بيها البلد. ما حصلش يا فندم. اسالك سؤال. ما حصلش يا فندم. اسالك سؤال. حضرتك قاعد بره البلد مش جوه البلد، حضرتك قاعد بره مش جوه البلد، انا اللي قاعد فيها يا فندم. لو قاعد فيها كنت عرفت اللي بيدور فيها. لا قاعد فيها يا فندم، انا ما عنديش مكان تاني اروحه. انا ما عنديش مكان تاني اروحه. اسمعني من فضلك، لو اسفرت التحقيقات ان السيده تعرض بالكامل ماذا ستفعل عندئذ؟ سيادة الأنبا حضرتك كده بتعقد الأمور. أنا اللي بعقدها ولا بكشف الحقيقة؟ لا حضرتك كده بتعقد الأمور. لا حضرتك كده بتعقد الأمور. اللي أنا بقوله منطقي. أنا بدعو يا فندم، أنا بدعو قداستك للمرة الثانية يا عمدة قبل الدعوة، يا عمدة لو سمحت. لا يا فندم ما فيش حاجة اسمها قبل الدعوة. أنا بدعو حضرتك قدام الناس وقدام العالم كله ان احنا ننسى الماضي ونتكلم في المستقبل، عشان خاطر الحاله الامنيه في البلد والفتنه اللي ممكن تشتعل في البلد. انا بدعو نيافتك للمره الثانيه قدام العالم كله انك سعادتك تشرفني بكره. اقعد اعمل ايه؟ عشان خاطر نحل. اقعد اعمل ايه؟ دي واحده يا عمده لو سمحت. لو حصل حاجه يا فندم، لو حصلت حاجه يا فندم انا بحمل حضرتك المسؤوليه الكامله. حضرتك لو حصلت حاجه ثانيه يا فندم ما بين المسلمين والأقباط بحمل حضرتك المسؤوليه الكامله. المتهم الاول هو حضره عمده القريه. لو حصل حاجه دي واحده، طول ما احنا مش بنواجه نفسنا وبنواجه الحقيقه بشفافيه وبصدق